الحمد لله على سلامتك يا بيبي. ولا يهمك، ما تزعليش، فداكي ألف بيبي، يعني مش مقدر له يجي. معلش يعني بيبي ما جاش، ان شاء الله ربنا يديلك 10 بدل. لا 10 ايه اللي 10 ده؟ 10 يا ايه اللي 10 تقعد بيهم؟ بس المهم والنبي وليد يسد، ها، عشان لو ما اجيب لك سيد ونديله حسابه ونمشيه. انا بقول لك ايه يا حبيبي؟ عيب يا مش بعرف عيب. انا عندي حل الموضوع. انا عارفه واد موز، نجيب لها واد موز تو هاف ثينج ويز. لا يا دي خلاص كل حاجه حلها الولد المز ولد وسيم. هو ده الحل، صدقيني. الحل هو الاكل. احنا ناكل احنا بيتزا. اكسترا تشيز. اكسترا تشيز. لا قلت لك موز. لا فاكره الراجل السوري اللي كان بيعمل شاورما؟ يا لهوي، لا انتوا مستهبلين. لا انت هتقومي من السرير تجري لو شفتي الموضوع ده. مش فاهمه الشاورما حلوه ازاي. تشيز كيك براونيز. شوكليت كيك. لا مافنز ريد فيلفل. موافقه برضه. يلا نطلب ايس كريم. انا هطلب حاضر يا رب. عايزه اسالك حاجه. هي البتاعه دي بتوجع. اطلعوا بره. وتتفضل تشرب قهوتك يا استاذ حسن. متشكر، انا مش جاي عشان الضيف. امال انت جاي ليه؟ انا من الصبح سابك عمال تهري في حاجات انا مش فاهمها، ومستني اشوف اخرة الهري ده ايه. مش لاقي. شوف يا مازن، انت طبعا ما تعرفنيش كويس. انا واحد غلبان وفي حاله، لكن ربنا يكفيك شر قلبة الغلابه. انت جاي تهددني في مكتبي ولا ايه؟ لا هقول لك على حاجه، لو شارب كاسين جاي تطلعهم عليا روح طلعهم على حد تاني، انا مش فاضيلك. طيب خد نفس كده واهدى واسمعني كويس، علشان انا لا يهمني انت ولا اهلك. ولو فاكرين ان خديجه دي ست وحدانيه ملهاش حد يقف جنبها ويساعدها، تبقوا غلطانين يا مازن. وانت بقى تقرب لها ايه عشان تتحمق لها قوي كده؟ انا بقى لها حاجات كتير قوي اللي زيك ما يفهمهاش، وانا ما يهمنيش افهمها لك، لان ده شيء ما يخصكش يا مازن. سبحان الله. وايه بقى اللي يخصني يا ذكر؟ انك تبعد عن خديجه خالص وما تقربش منها تاني، انت واهلك ومراتك، لا بالخير ولا بالشر. واظن كفايه قوي يا مازن اللي حصل لحد كده. طب لو انا ما عملتش كده هتعمل ايه؟ اللي بيقول ما بيعملش. وانت عارف كويس ان انا راجل مريض، والموت اقرب لي من اي حاجه في الدنيا يا مازن. يعني ما عنديش حاجه اخاف عليها ولا حاجه ابقى عليها، مستبيعه. ده انت مصر تهددني برضه. انا هجيب لك من الاخر علشان نبقى مع بعض على خط واحد. لو في حد فيكو هوب ناحيه خديجه تاني، عمري هيبقى قصاد عمره. وعلى فكره انا مش باقي على عمري خالص. هو انت بجد مصدق ان انت داخل مكتبي تهددني انا واهلي؟ يعني انت مدرك انت بتعمل ايه ولا انت سكران ولا انا مش فاهم؟ الاذى سهل يا مازن، مش صعب. والشر مفيش اسهل منه في الدنيا دي، للغني وللفقير. انا عامل حساب غلاوتك عند ديجا، لكن لازم تفهم ان كل شيء ليه حد وليه نهايه. وبعدين اذا كنتوا بداتوا مع بعض بالمعروف وخرجتوا بالمعروف، يبقى نكمل بالمعروف يا مازن، وكل واحد يشوف دنيته، ولا ايه؟ سلام. انا دلوقتي بس فهمت هي ليه شغلت بالها بحوار مرضك واصرت انها تعالجك ودفعت لك اكتر من 1,000,000 جنيه على علاجك. حقها. انت بتهرتل بتقول ايه؟ والله ما بهرتل يا برنس. سوري، انا اسف. انا عارف انها اشتغلتك وضحكت عليك وما قالتلكش انها اللي دفعت فلوس علاجك. انا اصلا اللي مساعدها في الحوار ده. عارف وائل اللي قابلك في لندن ده اصلا صاحبي، بس الحق يتقال الولد طلع رجوله، لبسك العمه.